طيب خليني أسأل، لأنه اللي استنكروا الزيارة عندي من هيئة كبار العلماء بالأزهر دكتور محمود مهنا، هنحاول نجيبه، وعندي فضل. أستاذ وليد إسماعيل رئيس ائتلاف الصحب والآل. أستاذ وليد أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. أستاذ وليد، أستاذ فاروق الفيشاوي يعني آخر المسافرين إلى العراق، أنتوا عملتوا حملات كثيرة على كل من سافر إلى العراق بدعوة من الحشد الشعبي أو بدعوة من هادي العمري أو بدعوة من القيادات الشيعية عموما. لماذا هاجمتم الأستاذ فاروق الفيشاوي؟ استاذ احنا ما بنهاجمش كده، بس خليني الاول اقول لك ان الاستاذ طبعا فاروق الفيشاوي قعد 4 ايام في العراق، نزل في فندق اسمه مجمع زمزم 5 ايام. اخذ في الرحله 2000 دولار غير طبعا مصاريف السفر والكلام ده كله. الاستاذ طبعا هو يعني هو خد في الرحله ايه 2000 دولار؟ 2000 دولار. معاك ايصال؟ لا انت عارف حضرتك ان انت خدت 2000 دولار ونزلت في مجمع زمزم. اسمع يعني بس لازم تعرف انا قيمتي اكبر من كده بكتير. لا تتكلم عني، تتكلم عن حد مهم في بلدك لا يساوي اطلاقا ان يذهب الى اي مكان علشان 2000 دولار. ما فيش مشكله يا استاذ. لا مش دي مشكله، ده ادعاء وانا ارفض ادعاء. لو اطلقت اتهامات بانه لازم يكون في معاك دليل، يبقى لازم عندي بدليل. معاك ايصال؟ مفيش مشكله، اجيب لك الايصال حضرتك خلاص. كمان الظرف اللي اتقبضت فيه، مفيش مشكله. انا امتنع عن الاستماع اليك. خلينا في الكلام السياسي، مش عايز اطلاق اتهامات على عواهنه. خلينا في الكلام السياسي والفكري. انا عايز اقول انت ضد الزياره ليه؟ سيبك بقى فلان قبض ما قبضش، ده لازم قبض، يبقى لازم اطلع ادله يا استاذ وليد انه ده قبض. موجود يا استاذ وليد. ما هو اي حد ممكن انت بتتكلم اهو يقول لك انت اصل انت قبضت من كذا. طيب لا موجوده ان شاء الله يا استاذ وليد، ولكن هنا في حاجه موجوده فين؟ اظهرها الان حينما تحدثني، اظهرها الان حتى استطيع ان ارد عليك. لو اعرف ان الحلقه لا تتحدث وتتهمني بشيء ليس فيه. مفيش مشكله الا اذا كان معاك مستند. مفيش مشكله. والاستاذ وائل سؤاله واضح. هل بتعترض علشان اخدت 2000 دولار؟ خد منهم 1000 يا سيدي واسكت. اعتراض. لا مش اعتراض، انا عايز نقسمها سوا. انت حضرتك مش واخد بالك ده اللي مزعلك. لكن ايه اعتراضك على زيارتي للعراق؟ اقول لحضرتك الاعتراض. سؤال واضح. اقول لحضرتك الاعتراض. انا اقول لحضرتك الاعتراض. اتفضل. اتفضل. طبعا انت ممكن تكون يعني حضرتك عارف يوم الغدير او مش عارفه، ولكن المؤتمر سمي بيوم الغدير، وده يتوافق مع حاجه اسمها غدير خم او ماء خم عند الشيعة. ما اسموش يوم الغدير، انا اصحح لك المعلومه. اسمه مهرجان الغدير للاعلام. ما هو ده وعنوانه الاعلام عطاء مستمر، وتوجهه هو تكريم شهداء الإعلام العرب. ما أنا جاي لك. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة. ده التايتل اللي أنا رحت عليه. وضح للناس، أنا وضحت منذ قليل ما هو يوم الغدير وعيد الغدير وحديث الغدير اللي بيستند إليه الشيعة في التأكيد على أنه علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. ندخل في الموضوع. دي مسألة تاريخية معروفة جدا لكل البشر. الفكرة كلها ان هم عايزين يسوقوا بعدها 1500 سنة. لا بس مش مسألة تاريخية، مش هقول انه علي بن ابي طالب احق بالخلافة وكأن سيدنا يعني ابو بكر انتزع الخلافة. يعني هذا خلاف موجود وذكره التاريخ. لا هو ما فيهاش خلاف، الخلاف عند الشيعة يا استاذ وائل. ولا اوضح بس المسألة دي. اتفضل المسألة اسمها عندنا شرعا اسمها ماء خم او غدير خم. اليوم ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. والسبب ايه؟ السبب ان علي بن ابي طالب، ودي معلومه عشان بس بيسوق حاجات غير اللي موجوده اصلا في التاريخ، ان علي بن ابي طالب لم يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، بل ذهب علي بن ابي طالب ومجموعه من الصحابه لليمن لياتوا باموال الفيء من اليمن. فحصلت مشكله بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وبعض الصحابه. فعندما انتهى الحج شكوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعادي من عاداه. ده في طريق عودته من حجة الوداع. من حجة الوداع في منطقة اسمها ماء خم اللي هي اسمها غدير خم. طيب وده يعني
عموما تعبير الغدير يعني انت عايز تقول لانه المهرجان اسمه الغدير بالظبط، وفي نفس اليوم كمان، يعني هو مش حاجه جديده، لا ده هو في نفس اليوم كمان، ولكن هو للفت انظار العالم لهذا اليوم وكانه تنصيب لعلي بن ابي طالب. طيب لما هو تنصيب لعلي بن ابي طالب ان يكون الخليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك ان ابو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافه من علي بن ابي طالب. فهنا استاذ فاروق لما يروح هناك في اليوم ده وهم داعيينه لليوم ده عشان يبينوا ان في فنانين معاهم في اليوم ده، وبعدين هو بلسانه قال انا احتفلت. فهنا بقول لا دي معروفه تاريخيا وانا احتفلت بيها. معنى ان هي معروفه تاريخيا ومعنى ان حضرتك احتفلت بيها معناها كده، يعني زي ما بيقولوا المصريين علم اكتشف ان ابو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافه، وانت طبعا ما ترضاش بالكلام ده، ولكن هم بيسوقوا اعلاميا ان انت حضرتك مع يوم الغدير، اي مع امامه علي بن ابي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره بلا فصل. فهنا الاستغلال اللي احنا بنقوله عليه، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه لما يجي مثلا واحد زي هادي العمري، انت حضرتك انت قلت كلام جميل جدا وقلت انا وطني مصر ووطني العراق. واحد زي هادي العمري ده لما ترجع للسيره الذاتيه بتاعته هتلاقيه ايام حرب العراق وحرب ايران كان يحارب ضد العراق مع ايران. هادي العمري اظن دي معلومه حضرتك ما تعرفهاش. لا اعرفها كويس جدا، يعني تعرفها كويس جدا. ازاي وانت قلت راجل مناهض وراجل شريف ما بين العراق وما بين ايران. هو شايفه بيقول لحضرتك هو كعراقي، لو حضرتك قومي عروبي يعني فهو هادي العمري حارب العراق بلده ضد ايران يعني. طب بس ممكن اسالك سؤال حضرتك؟ من اين اتيت بانهم يسوقوا ويروجوا انني فنان رحت احتفل بهذا اليوم؟ قريت ده فين؟ طب انا هقول مين كتب؟ مين في العراق كتب؟ ايه اخر اعمالك؟ نعم؟ ايه اخر اعمالك السينمائيه او الدراميه؟ انت مالك؟ مسلسل البدايه. لا يا استاذ حضرتك انت اخذتها بناء على ان انت عملت المسلسل الفلاني او الفيلم الفلاني. الاجابه لا، لان الفيديوهات موجوده بتاعت المؤتمر كله. انت ما بتجاوبش على سؤالي ليه؟ من روج لزيارات العراق بالمنطق اللي بتتحدث بيه؟ من روج سواك؟ انا بقول لك هم بيروجوا المساله دي كلها يا استاذ. الله، شفتها فين؟ روجوها ازاي؟ يا استاذ فاروق ادخل على موقع اسمه الغدير هتلاقي صورك كلها وفيديوهاتك كلها. صوري حاجه، انما تسويقي كواحد رايح علشان يقوم بمهمه دينيه ده شيء مختلف. انا قلت لك التايتل اللي انا رحت تحتيه وما زلت مصر عليه، وهذا ما حدث امامي. ما عدا دي اوهام في دماغ ناس معينه. كراجل قومي او كراجل ممثل او كراجل سياسي تمام، لكن هم بيسوقوا الحدث غير انت ما بتشوفه. سووها فين؟ يعني انت حضرتك انت هم على موقع الشيعة يعني هم هيستفيدوا طائفيا من ده يعني يا وليد عايز تقول؟ أيوة، ان احنا هم عايزين يقولوا ان احنا اهو في يوم الغدير اللي هو عيد الغدير عندهم، ان احنا جبنا ممثلين مصريين من اهل السنه كمان علشان يحتفلوا معانا بيوم الغدير، وهو بلسانه استاذ فاروق قال لك انا احتفلت باليوم. هيرجع في كلامه تاني؟ احنا ايه؟ طيب انه اهو واحنا بنحتفل بالغدير، واصله الغدير عندهم يعني ليه انه السنه يعني لديهم موقف من هذا التعبير؟ لانه معناه ببساطه شديده اذا قلت الغدير يبقى بين قوسين انه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان استولوا على الخلافه من سيدنا علي بن ابي طالب، وانه سيدنا علي بن ابي طالب كان الاحق بالخلافه. انا لم اذهب للاحتفال بيوم الغدير، انا رحت مهرجان اعلامي وانا رجل اعلامي بس. ده منطقي وده ردي، ما عدا الاوهام التي في راس بعض الناس فليتوهموا ما يشاءون. لكن انا لم يحدث ان حضرت احتفالا في النجف الاشرف يقال عنه أنه يوم الغدير. ده مهرجان، أعيد وأكرر، المهرجان الإعلامي الذي يقول أنه الإعلام عطاء مستمر وأنه يحتفل ويكرم شهداء الإعلام في الوطن العربي. طيب وأنا مكرم معهم. طيب وليد، أنا سؤالي يعني إيه اللي هيستفيدوه من إنه الأستاذ فاروق الفيشاوي الفنان المصري الكبير اللي عنده
قطاع كبير من المشاهدين في العالم العربي ومن الجمهور ايه اللي هيستفيدوه ان هو يقولوا اهو معانا في احتفالاتنا؟ يعني هيستفيد ايه؟ بالظبط، انا هقول لحضرتك حاجه زي بالظبط حضرتك لما جبت في اللقاء اللي هو القارئ اللي هو الشاذلي تمام، وكانوا خلوه هناك يأذن الاذان الشيعي، فبرضه نفس الطريقه. الشيخ فرج الله الشاذلي لا الذي اذن الاذان الشيعي تمام. طب هو الاذان هيعمل ايه في اهل السنه؟ ولكن لا، هم بيحتاجوا ان هم ادي اللباس الازهري اذن الاذان الشيعي، معنى كده ان هم بيدوا رساله حتى للشيعه كمان ان احنا معانا ازهريين موافقين على ايه؟ على الاذان الشيعي اللي هو طبعا بين طيات وان علي ولي الله. فنفس برضه النقطه هي ان احنا معانا ممثلين زي الاستاذ فاروق الفيشاوي، زي الاستاذ عماد رشاد، زي مش عارف معاهم واحده اسمها ايه تمام، ودول موافقين بيوم الغدير. وهو برضه نفس كان مع حضرتك الاستاذ عماد رشاد فقط فقط لا غير. انا كانت واحده واقفه جنبهم كده من الله اعلم يمين مهتمين يعني بالاعلام تمام. فهنا المساله هي برضه يبقى استاذ فاروق والاستاذ عماد رشاد وكمال الهلباوي. وعلى فكره كمال الهلباوي متشيع من زمان، كمال الهلباوي ليس سنيا، ودي المعلومه. يا استاذ وليد انا مش عايز اطلق الاتهامات، اطلع الناس من ملتها ومن دينها واحنا قاعدين. انا اتحمل الكلام اللي انا بقوله تمام. استاذ كمال الهلباوي اصبح شيعيا يعني في انت بالظبط، وفيديوهاته وكل كلامه يشهد بذلك. وبعدين انت بتتكلم واحد بقاله 12 سنه متتبع التشيع. لا يبقى انا سهل بقى لما كمال الهلباوي يتهم بانه شيعي، يبقى انا سهل يعني. لا يا استاذ فاروق، احنا انا معاك مش ضدك يا استاذ فاروق، انا معاك مش ضدك. انا اتمنى ان الدكتور كمال الهلباوي يكون بيشوفنا دلوقتي، يعني ما اعتقدش ان الراجل ممكن يصحى لغايه دلوقتي وانه لا احنا نحاول نجيبه ونشوف الدكتور محمود مهنا. الدكتور محمود مهنا اعترض ليه يا جماعه؟